السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معلش انا مطوله عليكم شويه في فيديوهات المشتريات، بس هي الفتره دي بصراحه بنزل اجيبها. فانا جايبه مشتريات كتير جدا ورفايع كتير. فبصراحه حابه ان انا اشارككم بيها وان انتوا تقولوا لي رايكم فيها. عايزه كمان اقول لكم يا بنات ان انا مش بشوف تعليقاتكم خالص، وبصراحه انا بزعل قوي الناس اللي بتتفرج ومش بتقولي رايها. انا نفسي بجد ان انا اعرف رايكم ايه في الحاجه، فيا ريت ان انتوا تسيبوا لي التعليقات بتاعتكم. جايه لكم النهارده بطقم السيراميك، بالسكاكين بتاعي السيراميك، واقول لكم رايي فيه. هو ده شكله. آه، هو يعني دول لوحدهم وده لوحده. ده بيجي معاه السكينه الكبيره دي زي ما انتوا شايفين اهو، وبيجي معاه السكينه الاصغر دي ودي ودي. تمام، هي احجام كده. وبيجي معاه المبشره دي كمان، والمخرطه هو لسه مش مفتوح. آه جبت كمان معاه عشان بيبقى معاه مقص. جبت المقص ده لوحده برضو نفس اللون، حاولت ان انا اوفقهم يعني. ده مقص السمك، انا جايبه مقص سمك تاني بس حاجه تانية يعني. ده مفتوح اهو، اقدر ان انا اوريهولكم اهو يا بنات. شكله جميل خالص، انا بحب اصلا اللون ده، عاجبني قوي اهو. تمام. آه جبت كمان، انا كنت جايبه دي قبل ما اجيب الطقم بصراحه. دي سكينه برضو الحمد لله صدفت اللي هي نفس اللون. سكينه كنت جايباها لوحدها كده برضو. لما جبت اللون ده يعني لما قررت ان انا اجيب الطقم بتاع السيراميك، جبته يعني اللون ده، قلت عشان يبقى كله كده طقم واحد. عجبني جدا يا بنات، خامته كمان وجودته حلوة قوي. طيب في بنات هتقولي طب انت ليه ما جبتيش طقم السيراميك اللي هو بيبقى معاه القعدة بتاعته، او المكان اللي هو بيبقى زي توزيع كده، طقم توزيع سيراميك. التاني بصراحة يا بنات هو غالي قوي، حاساه بصراحة خسارة فيه الفلوس طالما في حاجة زيه بالظبط. الفرق بس ان هي مش بتبقى معاها القاعدة بتاعتها دي. دي يعني بقاعدة ودي من غير قاعدة. التانية عشان بس بتتعرض على بتحطيها على الرخامة، تقدري ان انتي تسحبي منها. قلت لا، لما لقيت فرق السعر يعني شاسع بصراحة، وقده مرتين او ثلاثة. يعني ده كنت جايباه ب60 جنيه، التاني ممكن يكون ب150، او كمان ممكن يخش في 200 وتقريبا. وكمان ما بيبقاش معاه المخرطة، ده بيبقى سكاكين بس. وممكن كمان المبشرة، وبيبقى معاه مسن تقريبا. انا كده كده جايبة شنطة السكاكين. هبقى باذن الله اوريها لكم لما ابقى اطلعها باذن الله. فانا بصراحه حسيت ان انا مش محتاجه المسن في حاجه، ومش محتاجه القعده في حاجه. انا كده كده مش هحب ان انا اشغل الرخامه بتاعتي في اي حاجه. يعني كفايه الحاجات اللي هي اصلا المفروض ان هي تتحط على الرخامه. فده قلت عادي يتحط في الدرج. بس هي كويس ان هي شكل السكاكين حلوه وجودتها حلوه، دي اهم حاجه عندي. فانتوا يا بنات وانتوا كمان بتجهزوا بيكون في اولويات. يعني لو انت مثلا المفروض ان انت تجيبي حاجه وحاجه، ولقيتي حاجه مثلا، لقيتي مثلا حاجه بنفس الحاجه اللي انت عايزاها، بس سعرها اقل وجودتها احسن مع اختلاف حاجه بسيطه، مفيش مشكله خالص ان انت تجيبيها. مش شرط يعني ان انت كل الحاجات تجيبيها عشان تتعرض او الكلام ده. انت كده كده في اول الجواز بس هتحطي الحاجات على الرخامه، بعد كده كل الكلام ده يا ماما بيتشال في النيش وفي المطبخ. يعني ما ما بتشغليش الرخامه بالكلام ده. بس يا بنات يا رب يكون عجبكم. هو شكله حلو خالص اهو. ولو في بنات عايزه تجيبه انصحها بيه جدا، حلو قوي. عايزه برضو تجيبي اللي هو التاني برضو جميل، مفيش مشكله. اللي انتي عايزاه شوفي انتي على حسب امكانياتك وعلى حسب اللي انتي عايزاه. بس انا عشان بصراحة يا بنات الاسعار بقت غالية نار، والحاجة بقت بصراحة غالية فوق الوصف. فما تحاولوش ان انتوا يعني تشيلوا نفسكم فوق طاقتكم. لا، الحاجة بتبقى جودتها حلوة وكويسة، خلاص ما فيهاش مشكلة. معلش اذا كنت طولت عليكم. اتمنى ان انتوا يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناة ونشطوا الجرس عشان في كل جديد يوصل لكم. مع السلامة.